هاي جميعا، انا وصلت عند شدادينو دكتور شدا. وين هاي تبعي؟ اعطيني اياها. اوكي. هاي لازم نحطها على شعرك. شو حنعمل؟ طيب رح نعمل اليوم ميزوثيرابي للفيس. احنا عندنا ميزو ايش؟ شو بتنفع؟ هاي التريتمنت حلوة كثير لانه بتمبروف السكين. شو اللي نحن بنشوفه؟ نحن بنشوف انه السكين بصير بلون اكثر، بصير البورز بتسكر بشكل اكبر، بتخف الفاين رينكلز، السكين بنصير نحسه فول اكثر. الاوفر اول امبروفمنت بيكون كثير كويس. طب هدول البيجمنتيشن والقصص وتحت العيون الاسود تحت العيون بيكون كثير كويس لانه الكريم مثل ما قلت لك هو بيساعد على انه يشد الجلد وبلس بيخفف من السواد حوالينا. نحن بنستخدم برودكتس خاصه لمنطقه السواد حول العين. وهدول الرينكلز وكذا. هدول الرينكلز حتى لو البيشنت عم تعمل بوتوكس او ما عم تعمل بوتوكس، هذا التريتمنت بيساعد كثير انه يكون عم يعطيها بيتر ريزلت. هلا اول شيء بتشوفه المريضه لما تعمل هاي التريتمنت انه ما بتقعد تحس انه بحاجه لكثير ميك اب. يا ويلي. طيب انا في اقول شغله. وفاء صالح عملت شي 6 جلسات وانا من وراها جاي لاني غرت، لانه ما معقول دكتور وجهك صار بيجنن بلا ميك اب. هذا سر لوفاء، دكتور شدن هو سرها، فانا بدي وجهي يصير مثل وفاء. اوكي. السكند تريتمنت اللي بدنا نعملها هي بنعمل ميزو ليبو اللي هي بنستخدم مواد بتحل الشحم المناطق اللي عندنا فيها فات ديبوزيت. فرح نعملها اليوم بكل مناطق النزاع. هلا قولوا لنا ان انا مولده وكذا وهيك بس نحن عم نعطيكي شويه بوش. اوكي. وهلا انا حطيت هيدي لانه هلا بنحط بيوجع. هلا اتس ا ليتل بيت بينفول اذا ما بنستخدم مخدر. اذا عم نستخدم مخدر بعد هلا عم نستخدم. لا بليز حطوا لي مخدر كثير. اوكي. هلا عم نحط املا. هلا ما بعرف طالع وجهي بلا ميك اب على فكره. انا شو مروه مثل القمر. اوكي كثير منيح كذبه وسلينا. اوكي هلا عم نحط املا مشان ما نحس بالوجع. حنحط على الوجه وحنحط على الدقن على البطون وحنحط على البطن، بس ما حصور انه هي عم تحط لي على بطني لان عايب. طبعا. اوكي يلا see you later bye. What are we doing now? What's this? Why are you putting this? I'm putting this clean wrap for the better absorption of the amla to take its effect on your skin. يعني لا يمتص الجلد الأملة بطريقة أسرع، ناخذ مفعول ونتيجة أسرع. إن شاء الله ما نوجع يومك بدخلك. Oh my god. I will feel pain? Not too much pain. You will just feel the little, because it's a tiny needles inside, so you will just feel a little bit. Did you put here? Yes. Okay. Thank you. هلا هوس اليوتيوب بتعرفوا. حطينا الأملة وناطرين بدي شي 15 to 30 minutes. رح اطلع اشرب الكافي برا انا وعامله هيك ونصور شوية سناب شات وشوية انستغرام. يلا بنرجع. طبعا ما حدا ماكلها. اوكي. الا انا. مروة I love you فتون. طبعا هلا عند اوباجي بدنا يفوتون شوكليت من عند كاتشي على فكرة، ودايما في يعني كيترينج كثير حلو. صحتين اللي عباله ياخذ بلا ما يدفع يجي لعنا لهون. ايه هلا ناطرين. الميزوثيرابي مثل ما شايفه في عندنا الميزوفان، هذا في بيجي بقلبه ابر صغيره بتحجرها بشكل اوتوماتيكي بتعمل شيء اسمه مايكرو تشانلز على سطح البشره. نحن هلا مع هاي التكنيك عم نحط الميزو كومبينيشن على السكين اللي هو مؤلف من امينو اسيدز ومالتي فيتامينز وفي بقى مثلا فيتامين سي هيانيك اسيد. هاي المواد كلها مع عمليه المايكرو تشانلز اللي نحن سويناها بتعمل ورشه بناء ضمن السكين. فهي ورشه البناء رح تكون هي لها دور بانه تعمل ريجوفينيشن اوف ذا سكين. اوكي مثل ما قلنا it gives a very nice results على السكين تكستشر، على الرينكلز اللي موجوده، حتى على البورز اللي عندنا. الكي بهذه التريتمنت انه نعمل عده جلسات ورا بعض، منا جلسه واحده. usually بنعملها every 2 to 3 weeks. usually also we recommend from 6 to 8 sessions in a row. كثير patients بيسالوني انه هاي التريتمنت قديش المده تبعها؟ الايفكت اللي بيعمله الميزوثيرابي هو موجود، يعني نحن مثل هون كانه عملنا انفستمنت بالسكين تبعنا، بس نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار نحن اوريدي عم نتعرض دائما لكل شيء حوالينا. الايجينج بروسيس از كونتينيوس ما بتوقف.
ما في شيء بخليها توقف. لذلك بنلاحظ انه البيشنت بحس بالجلو وبحس بترانسفورميشن كثير حلو. اذا ما هذا عمل ابدا اكيد البشره بعد 6 شهور رح ترجع تتعب. وكمان مثل ما قلنا نعمل رو اوبسيشن عده جلسات حوالي 6 ل 8، بعدين بنصير تقريبا كل شهر ونص بشهرين نعمل 1 سيشن تو مينتين يعني. تو مينتين. طب دكتور اذا واحد عم يعملها ما في ينزل على البحر، ما في يتعرض للشمس ولا شو؟ This is very nice fact about this treatment. نحن هاي التريتمنت تقريبا ما لها داون تايم. هلا انت رح تشوفي انه رح يكون عندك حمار كثير خفيف بس اليوم، بكره الصبح بيكون almost normal. شيء على واحد فكره ما بتوجع. لا اتس ويل تولريتد. نحن طبعا خدرناكي حطيناك مخدر نص ساعه. هلا الحمار بدوم تقريبا بس عده ساعات، بعد عده ساعات بيرجع الوش بدون ما منه احمر، ولكن انت يو ستوب اول يور كريمز لمده 24 ساعه ل 48 ساعه وبعدين ترجعي عليهم. طب اذا واحد بده يغسل وجهه بده يغسل 4 ساعات لبعد 4 ساعات. ميك اب فيك تحطيه بس دائما بتحطي تحته برايمر. We prefer to use our primers from Color Science اللي هن mineral primers اللي بيعملوا full coverage وبروتكشن للسكين. فيك تحطي فوقهم اما الميك اب تبعنا which is very good from Color Science or فيك تحطي your ميك اب. اوكي سو ما بنحط كريمات. لا في كريم معين انا بعطيك اياه بتحطيه بعد التريتمنت لمده 3 ايام. اوكي وبعدين ترجعي لكريماتك العادية. وفي اتعرض للشمس؟ يس. وما ما بيتروح الشمس مو خلال المفروض تبع السكين بتاثر دائما بطريقه سلبيه من التعرض لاشعه الشمس. طيب اوكي فنحن وي دونت ريكومند اي حدا يتعرض لاشعه الشمس. فهي ما بتروح المفعول تبع هي التريتمنت بس هي رح تكون عم تعمل الدمج اللي يجري بتعمله على السكين. طب دكتوره هون اللي عنده زيوان هيدا البلاك هيدز مثلا، قلتي بتعالج الاوبن بورز بس البلاك هيدز بتعالجهم ولا شو؟ Usually اذا البيشنت عنده black heads we refer him to do deep cleansing facial مع one of our therapists. اوكي. لحتى نكون عم نتخلص من كل الكوميدونز اللي موجودين. وon top of that we do this treatment. سو هالتريتمنت ما بتعالج ما بتروح black heads لا بس بتعالج البورز الاوبن بورز. اوكي الاكثر شيء موجودين حوالين المنخار صح؟ حوالين المنخار وموجودين على منطقه التشيكس. اوكي. قد ايه وقتها؟ الوقت بتاخذ الجلسه حوالي 10 دقائق لربع ساعه، بس الفكره انه البيشنت لازم يقعد ثلث ساعه قبل نص ساعه على اوكي يعني هلا عنا 10 دقائق. اكزاكتلي. هي شو هي عم تحط الدواء رح وانت نحكي شوي عن التفاصيل. هلا نحن اول ميكسشر حطيناه نحن بنحطه هو مثل بوكيه اوف فيتامينز and amino acids ثابت acid. بس بعدين نحن بنحط سبيشال انجريدينتس اللي بتكون فيها فيتامين سي لوحده مع الهيالورونيك اسيد. هاي بتعطي بوست للسكين بتكون كثير منيحه. ونعمل معها السكند باس من المايكرو. اوكي يعني انا اللي عم لاحظه هي عم تحط الدواء وانت عم تفوت الدواء. أنا what I'm doing through creating those micro channels we guarantee إنه البرودكت اللي عم حطه on top of the skin عم بيروح exactly محل ما أنا بدي اللي هي على الطبقة اللي اسمها الميزوديرم اللي هي بين أعلى السكين وأسفل السكين. أوكي؟ Your face is beautifully red. This is what we like. Okay? وخلصنا نحن. I'm going to wait you after 3 weeks. اوكي ثانك يو. شوفي باي. باي دكتور. عايزين شو على وجهي. وهيدا وجهي بكره ببطل احط ميك اب بالمره. اوكي هيدا البرايمر اللي حكيت عنه دكتور شدن، وهيدا الفونديشن اللي فيه احطه، وهيدا الباودر. هلا بدي شي ساعتين اقعد اختار الالوان اللي بديهم، بس حبيت اقول لكم عنهم. هيدا على فكره استعملته انا كثير بس هي احلى.